مرحباً بكم في فيديو اليوم. استعدوا لقصة نجاح مثيرة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. عبد الكريم قمر، خريج برنامج ستارلايت الشهير، يفاجئ الجميع بأغنيته الأولى بابا ميمون. هل هو بداية لنجم جديد في سماء الفن المغربي؟ دعونا نغوص في تفاصيل هذا العمل المثير. أولاً، الأغنية من كتابة وألحان الفنان المبدع ياسين رحو، مزيج رائع بين موهبة صاعدة وخبرة راسخة. ثانياً، أطلقت الأغنية يوم الأربعاء عبر يوتيوب لتشعل المنصة في ساعات معدودة. ثالثاً، حملة ترويجية ذكية سبقت الإطلاق، مما أشعل حماس الجمهور قبل سماع النغمة الأولى. والنتيجة، أكثر من 200 ألف مشاهدة في أقل من يوم واحد، رقم مذهل لفنان في بداية مشواره. لكن السؤال الأهم، هل سيتمكن عبد الكريم من تحقيق ما عجز عنه في ستارلايت؟ هل سيصبح نجماً لامعاً في عالم الفن؟ شاهدوا الفيديو كاملاً على يوتيوب واحكموا بأنفسكم. هل بابا ميمون ستكون بداية لمسيرة فنية حافلة؟ ترقبوا معنا المزيد من أخبار عبد الكريم قمر وأعماله القادمة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمتابعة كل جديد في عالم الفن والنجوم.